السلام عليكم خواتي خواتاتي، كي دايرين؟ نتمنىكم تكونوا بخير ان شاء الله. هذا الفيديو يلقاكم في احسن الصحه ان شاء الله يا ربي. نتمنى الفيديوهات ديالي البساط ينال الاعجاب ديالكم، لان كندير فيديوهات بساط ونتمنى يعجبوكم ان شاء الله يا ربي. وقبل ما غادي نبداو اول حاجه الصلاه والسلام على الحبيب، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وكيف ما كتشوفوا اليوم جايبه الفول، لان الفول الصراحه كنديروه من كوب خضر. اليوم جايبه لكم يابس، موجود هكا في عند العطاره ولا عند كطاحونه اللي كيبيعوا داكشي د القطاني. راه كيكون عندكم حتى الفول، كيكون داك الفول شويه رقيق، كيكون هذا اللي شويه عامر، كاين اللي كيكون شويه غليظ عليهم شويه. الا مشيتو عند العطار ولا عند الطاحون اللي كيبيعوا القطاني غتلقاو عندهم اشكال ديال الفول اللي بغيتو راه موجود عندهم. الفيديو الاولاني اللي كنت صاوبت على حساب الفول كنت صاوبت معكم الفول الابيض. اليوم مصاوبه معكم الفول الاسود اللي الصراحه حتى هو كيجي زوين وكيجي بنين، كيعطي واحد المذاق اللي زوين الصراحه. والمنقوب ما نقدروش نديروه هي بالفول ابيض ولا بالفول الاخضر، نقدروا نديروه حتى بالفول يابس. بعد ما جبت الفول طحت عليه نقيته وغسلته. حاولوا الفول اللي ما يكونش فيه ديك البخوشه. شوفوا الفول اللي كيكون ما فيهش ديك البخوشه كيكون خاوي من الداخل، لان كيكون باش كتعرفوا ما فيهش ديك البخوشه ما كتلقاوش فيه ديك التقيبات. بعد ما غسلته مزيان قلت لكم وقطرته من داك الماء، ودابا غادي ندوزو باش غادي نفزقوه. لان اللي كنتو غادي طيبوه في الصباح ضروري خاصكم تفزقوه هكا بالليل، بحال اللوبيا، بحال اللي كديروا الحمص، راه بحال الطريقه بحال. كنجيبوا الفول الاخضر هكا وكنديروه هكا في المجمد، كيبقى عندنا على طول السنه. ولاني من احسن يكون عندكم هكا الفول يابس كتضيفوه، كيكون صحي اكثر وكيكون شي حاجه اللي كتاكلوها مفيده. وراكم عارفين الفول الفوائد اللي فيه كثيره، بلا ما نقول لكم، راه تبارك الله كلشي كيعرف الفوائد ديال الفول. دابا عمرنا عليه الماء، هذيك شحال من الكميه اللي درنا له ديال الماء مزيانه، لان باش ديك الكميه ديالو مزيانه ليه كيشرب داك الماء. بعد ما الصباح لقيتوه هو فين الشرطاب، وجد معنا بحال هكا. لان شوفوا ديك الكميه اللي درت له ديال الماء، شوفوا شحال بقات. الا كان الحال برد ضروري ديروا له شويه الماء يكون دافي بحال هكا، على حسب الماء بحال اللي كتعجنوا به الخبز. كان عندكم الحال سخون صافي ديروا له الماء عادي. انا درت له الماء عادي من الروبيني، ومن كان احسن يكون شويه دافي. بعد ما رطب معنا شوفوا الحجم ديالو تبارك الله كيولي كبير. دابا غادي نقبوه، غادي نحيدوا له ديك جيت النباته ديال ديك الطريويشه باش غادي يدخلوا الطياب. علاش كيقولوا له المنقوب؟ ان كتنقبوه كتحيدوا له ديك الطربيشه ديالو باش كيدخلوا الطياب. حاولوا الا كان قاصح معكم ويديكم هكا شويه رطبين، حاولوا حيدوا له ديك الطربيشه، حيدوها له بالموس، وهي ديك القشره هي كتقيسوها راه كطير. الا ما بغيتوش ديروا هكا بالتوابل، بغيتو ديروا حمص كمون هكا للوليدات، من كان احسن تسلقوه هكا بالملحه، ومنين يطيب ديروا له الملحه والكمون. راني فايته وصاوبت معكم هكا في القناه، كيجي عاوتاني زوين هكاك. لان كيف ما قلت لكم راه الفول راه صحي بزاف، وكثرته في هذا البرد كيعطي واحد المناعه بزاف للذات. الا ما بغاوش الدراري ياكلوه بصراحه، حاولوا توكلوهم بهذه الطريقه هذه. كنقب وكنحط بحال هكا حتى نحصلوا على الكميه اللي غادي تكفينا. لان هو تبارك الله ملي كيرطب راه كتعطي واحد الكميه كبيره، وحتى عاوتاني ملي كديروا التوابل وكيطيب عاوتاني معكم راه عاوتاني كيعطيكم كميه اكثر. حاولوا بحال اللي كديروا الحمص ملي تغسلوه مزيان وترطبوه في داك الماء ديالو، حاولوا داك الماء ديالو ما تضيعوش، واللي ردوه فيه يطيب باش داك القشره وديك الفوائد ديال الفول كنيت كتوليو عاوتاني ترجعوها له النيت ما كتضيعش معاكم. ما نطولش معاكم، غادي نرجعوا باش نديروا له التوابل. بعد ما حصلنا على الكميه اللي غادي نضيفو، غادي نرجعوا باش نديروا له التوابل. راه حنا نقبناه كامل باش كلشي طيب لنا دقه واحده، ما تبقاش وحده طايبه وحده لا. الا نقبتو شي وخليتو شي راه ما كيطيبش معكم كامل. دابا عندي واحد المعلقه ديال الخرقوم، معلقه ديال الصغيره ديال السودانيه، وسكينجبير، رويصه ديال الثومه، واحد شويه ديال البزار، وواحد شويه ديال البصله. البصله شحال ما درتو ديال الكميه مع هو ملي كيطيب راه كيختار الكميه اللي درتو صافي ماشي مشكل. هو كيبغي الثومه والربيع اللي كيبغي. بعد ما قطعنا ديك البصله عشوائي، انه هو كياخذ شويه طياب، راه البصله بالزربه كتذوب. قطعنا البصله عشوائي زدناها عليه. حنا بغينا نديرو فيه الريحه ديال البصله وصافي، ماشي بالضروري ديروا البصله. كاين اللي ما كيبغيش البصله راه ما كيضيفهاش كاع.
غنضيف واحد راس معلقه ديال الملحه على حسب الذوق. والسودانيه كتبقى لكم اختيار، هو الصراحه ملي كيجي حار كيجي بنين وكيجي زوين. عندي واحد المعلقه ديال القزبر مدقوق، ان الصراحه كتعطي واحد المذاق زوين. ان ديك المعلقه ديال القزبر مدقوق كتعطي واحد المذاق زوين. كثرتو القطاني كيجي مع القزبر مدقوق. وعندي واحد راس معلقه ديال الكمون، وعندي زيت الزيتون، واحد المغرفه تكون كبيره ولا 2 المعالق ولا 3. ما عندنا هو بارد، غادي نضيفو بارد في بارد، وغادي نزيدو عليه الماء الكافي فاش غادي يطيب. انا مع ما ضفتلوش الماء سخون، الماء بارد من الروبيني للكوكوط. وبعد ما غادي نسدو عليه يطيب، بعد ما يطيب غادي نرجعو معكم. ان الصراحه راه كيطيب وكيجي معلك. انا راه طيبته على الفخر، ان راه الصراحه الفخر كيعطي واحد الطياب زوين هكا للقطاني، كيطيبوا على خاطرهم. بعد ما حسيت به طاب، راه ملي كتحسوا به طاب ان الفخر راه واخا كتصبوه كيتعطل راه بزاف ما كيطيب. حليت الكوكوط وليت زدتو شويه ديال الربيع، وزدتو من ديك المطيشه اللي كنت صاوبت معكم في الفران، مطيشه سوريس. ان الصراحه كتعطيه واحد المذاق اللي زوين بزاف حتى هي، اللي قلت لكم كتجي مع القطاني مع كل شيء. بعد ما كنحطو هكا في الطبق راه كيبان المطيشه. الثومه والبصله راه قلت لكم كيهبطوا ما كيبقاوش يبانوا. واخا الثومه راني درتها بقشوره ما بقاش كاع باينه. كتبغوا هكا فيه شويه ديال الروا هكا مرقه كيف ما كيقولوا. حاولوا تزيدوا شويه ديال البلول، انا راه ما بغيتش فيه بزاف، داكشي على قد الحال. كيجي هكا مشرمل وكيجي واقف، حسن ما بغيتوش يكون فيه الروا بزاف، الروا ولا البلول. ولا غادي نزيد واحد الرشيشه ديال الربيع. كان عندكم الزيتون مرقد ضيفوه حتى هو، ما كانش عندكم مع الحار راه تبارك الله كيجي واحد الطبق ما نقولكمش عليه في هذا البرد. لان الصراحه راه صحي وبنين بزاف، وفي نفس الوقت شي حاجه اللي زوينه بزاف. راه بغيت نشكروا لكم، ماشي راه بغيت زعما نشكر لكم. ان الصراحه ما معنى الكلمه راه زوين بزاف كيجي وفي نفس الوقت صحي. كيبقى لكم اختيار، بغيتو ترافقوه مع الحوت بغيتو ترافقوه بوحدو. انا ضفت معاه الدجاج هكا مشوي على الفخر، قلت لكم راني طيبته على الفخر، راني شويت المشوي ديال الدجاج على الفخر. والصراحه راهي بوحدو الله يجعل البركه. لان شي حاجه اللي زوينه وبلديه وبنينه في نفس الوقت. راه شحال من واحد يحقروا يقول لك لا الدراري ما ياكلوليش الفول، ولا راه ملي كيطيب وكتحطوه راه الصراحه والله حتى كياكلوه الوليدات وكيعجبهم. راه كيجي بنين وكيجي زوين. غير رافقوه لهم هكا مع شي شليضه ولا مع شي هكا قلت لكم حوت ولا دجاج ولا داكشي اللي موجود عندكم. ما كانش موجود راهي هو الله يجعل البركه. ونتمنى يعجبكم الطبق اللي صاوبت معكم، اللي الصراحه كيجي بنين وزوين. وخليتكم على خير، ما تنساونيش واحد الاشتراك واحد اللايك. الله يجزيكم بخير، وبالسلامه عليكم في فيديو جديد ان شاء الله يا ربي.